اليوم جيتكم بواحد الحكايه صارت معايا انا شخصيا. قلت والله غير نحكيها للبنات خلي يدو منها العبره. كنت نعرف وحده كانت ما تصليش. حتى واحد النهار قلت لها وعلاه ما تصليش؟ قالت لي علاه نصلي لربي وش عطاني الدار، ما عطانيش ربي الدار، علاه حتى نصلي له؟ سبحان الله. قلت لها استغفري مولاك، كيفاش ما تصليش لربي؟ ربي عطاك الصحة، عطاك العينين، عطاك جملة خاوتك، جملة أهلك. مهما كان داركم راهي مليحة بالنسبة لبزاف ناس محتاجين، داركم راهي في المستوى اللي الدار اللي تحميك من الشمس، من البرد، من المطر. راكي في نعمة الحمد لله. يجي نهار ويفرج ربي وديروا دار خير من هذه. قالت لي لا ما نصليش. المهم فاتت سنين وتزوجت هذيك الطفلة ورزقها ربي بزوج صالح وعنده الدار وداره مليحة ما شاء الله. بعد ما فاتوا عليهم سنين زواج ربي مرزقهاش بالولاد، جرات على الولاد ومرزقهاش ربي بالولاد. سبحان الله. ربي أعطاك الدار اللي كنتي تحوسي لها وما صليتيلوش على جالها، لكنها من عندك ذرية اللي ألف واحدة تتمنى ذرية. مكينش مرأة على وجه الأرض ولا راجل على وجه الأرض ما يحبش يكون عنده وليدات. فسبحان الله يعني ربي رزقها بالدار لكن حالها أغلى شيء تتمناه في الدنيا هذه. فهنا استغفر الله لك ربي، ما لازمش الإنسان يدخل في شؤون ربي سبحانه. ربي أعطاك حاجة ولا وخر عليك حاجة، لا شايف لك فيها خير كبير، شايف لك فيها نعمة كبيرة. قادر كان قادر ربي يرزقك بالدار، لكن تجيك مثلا فيضان، يجيك زلزال تطيح هذيك الدار تصبحي بلا دار. لكن ربي يعطاك الدار ونحالك الذرية. فسبحان الله يعني الإنسان ما لازمش يتدخل في شؤون ربي سبحانه ولا يقنط من رحمة ربي سبحانه. الأرزاق بيد الله، قدر الرزق يجيك على شكل مال، على شكل دار، على شكل صحة. حتى صحتك وعينيك هو رزق من عند ربي سبحانه. الماكلة اللي ناكلوها هذه كل يوم رزق من عند ربي سبحانه. فالحمد لله دائما وأبدا على نعمة ربي سبحانه. مهما كانت صغيرة كبيرة لازم الإنسان يصبر على رزق ربي وعلى النعمة اللي يعطاها له ربي. قادر ربي يعني يأخر لك شيء ولا ينحي لك شيء يعوضك بشيء ثاني. فالحمد لله دائما وأبدا على نعم الله سبحانه وتعالى. بالك ربي مرزقكش بالشيء اللي راكي تحوسي ليه باش انتي تصلي له، باش انتي تعبديه، باش انتي تتقربي لربي سبحانه، تقيمي الليل تذكريه تدعيه. بالك ربي ينحي لك هذاك الشيء باش انتيا تتقربي منه. فلذلك البنات يعني ما لازمش الإنسان يستعجل على الرزق نتاعو ولا انه يكفر بربي سبحانه على الرزق ولا على حاجة كان متمنيها وهي توخرت عليه. هذه الحكاية اللي حكيتها لكم اليوم إن شاء الله تكون عبرة لكل واحدة سمعت الحكاية هذه. احنا كنت المرقة تاعي قريب توجد، حطيت لها المانشطو وخليتها تكمل في غرضها ورحت ندير في المطلع. هنا كنت درت 4 كيسان تاع دقيق، هذا نفس الكاس اللي نكيل بيه، ومن بعد درت كاس غير 4 تاع حليب كما راكم تشوفوا. ضفت عليه مورف تاع سكر ومورف وشويه تاع خميره فوريه. هنا نخلطهم مليح تذوب هذيك الخميره مع السكر، يذوبوا مليح ونحطهم على جهه يتخمروا. حل سخون يعني ماهيش راح تطول بزاف في التخمار. راح نحطهم على الجهه، نغطيها لازم تغطيها وتحطيها باش ما يدخلهاش الهواء. لهنا زدت 2 مغارف تاع ملح، مغارف صغار، 4 كيسان تاع دقيق ب2 مغارف تاع ملح على حساب الملح اللي عندك. هنا وجدت الخميره تاعي راح نضيفها للدقيق ونعجنها هكذا. انا هنا راح نبلها برك الخميره، مانيش رايحه نعجنها، راح نبلها ونحطها ترتاح. يعني راح نجمل العجينه تاعي ونحطها ترتاح. خليتها تتخمر في غرضها باش كي نعجنها تجيني سهله. ورحت من جهه اخرى نغسل وعندي لوت فيهم هكا باش ننظف البوطاجي تاعي على خاطر صغير ونلقى نساها وين نحط الخميره نتاعي. دايما كي يكون عندي الوقت نهز المواعين اللي خدمت فيهم باش حتى ما يكثروش عليا، في نفس الوقت تبقى الكوزينه نظيفه. احسن واحسن خير ما يتراكموا عليا ونكون مزروبه مثلا ولا تجيني قضيه واحده اخرى خلاف، على الاقل ما يعطلونيش.
هنا خويا كان جايب لي سميد جديد، قال لي جربيه لي مطلون نشوفوا اسكو يجي مليح ولا لا. حق المطلون تاعو جاي هايل يهبل وخفيف، وسميد جاي اصفر هكا ومعاه الحروشه هذيك تاع السميد، الحق مليحه هايل. كي يجي لعندنا يحب يدلل، نديروا له المطلون، نديروا له شخشوخه تشيشه بومهراس، يحب ياكل عندنا الماكله هذه، خاطر هو يطول ما يروحش عندنا، وكي يروح لازم نطيبوا له الماكله هذه كامل اللي يحبها. هاد البلاص خير شريته من السوق، بعد ما روحت ندمت، قلت غير لو كان شريت منهم 2 ولا 3، شريت غير واحد، كانت شريته لي امها الحق، انا ما هزيتش معايا الدراهم وندمت، والله غير ندمت كي شريت غير واحد. كي روحت للدار تولهت له عجبني مليح هكا تاع خبز، تحطي فيه فنجان قهوه، تحطي فيه جاتو يعني على حسب، ولا شوي سلطه، يعني يصلح لكل شيء، وجاي الشكل تاعهم حلو هكا صغار وملاح. هنا بديت نشلل في الماعن، سدرتهم كامل هنا باش يقطروا ونحطهم من بعد في السلة. كي نغسل الماعن نتهنى، تكون الكوزينة نظيفة نقية نتهنى. انا الكوزينة تاعي تلمو واسعة بس في نفس الوقت ضيقة، ما نلقاش وين نحط، سما البوطاجي تاعي صغير ما عنديش وين نحط الماعن كامل، ولا وين نفرزم لازم نهز. لهنا الخميرة تاعي كانت وجدت طلعت، يعني هنا مشتوني غير بليتها برك وحطيتها تطلع، ما عجنتهاش، بعد ما تطلع تتخمر راح نعجنها. هنا راح نعجنها. ساعات تقول لي يما ديري المطلوع تاع الفرينة، نقولها لا ما نحبوش مطلوع الفرينة، ما نحبوش، خاطر المطلوع تاع الفرينة غير تبرد هذيك الخميرة تاعو خلاص ما عادش يتكل، بصح المطلوع تاع السميد يبقى مليح. هنا راني عجنتها مليح، شوفوا حتى رطابة العجينة زدت لها مغرف كبيرة تاع زبدة، ونبقى نعجن فيها حتى تتلايم هذيك العجينة، سما تنحلها هذاك التلصاق، سما كي تزيدي لها الزبدة راح تبقى تتلصق. ابقي عجني فيها مليح حتى تتخبى هذيك الزبدة، يسمى تدخل في العجينة، الزبدة هذيك تدخل في العجينة وتتلم العجينة تاعك مليح. ثم العجينة تاع المطلوع تبقي تعجني فيها مليح مليح باش تجيك الخميرة تاعها خفيفة وهشوشة. احنا الخميرة هنا يحبوها شوية رقيقة، ما يحبوهاش خشينة بزاف. كي جا خويا قال لي وكنت درت غير واحدة خشينة، قال لي الاخرين باقي درتهم رقاق، قال لي خويا شبيه المطلوع تاعك مش طالع؟ قلت له لا راه طالع، غير واحدة اللي درتها خشينة، الباقي درتها رقاق، خاطر امه وخويا الاخر ما يحبوش الخميرة خشينة، يقولوا لي غير تطرمى هذيك البابة اللي في وسطها، ما لا ديريها كامل رقيقة باش ناكلوها كامل. هنا خليتهم يريحوا واحد 5 دقائق ورشيت الفرينة مليح مليح، والله هنا شوفوا الفرينة اللي رشيتها بصح كي حطيتها من بعد لصقولي، حتى عودت درت لهم السرفيتة تحتهم. ما حبيتش نصور لكم كل شيء باش ثم ما نطولش عليكم الفيديو. هنا شوفوا البنات غير تلوحي الخميره تعرفيها طابت من تحت، تزربي قلبيها باش ما نديرلكش هذيك الفقاعات هكا وتتحرق كيما نقولوا حنا تبوط. هنا قلبيها هكا عادي، والقرصه الاولى اللي طيبيها ديري لها الحاشيه تاعها، طيبي لها الحاشيه تاعها هكا تحت طاجن كيما راه تبان لكم من هي. هنا المطلوع نتاعي بعد ما يوجد دائما ندهنه بالزيت، لخاطر الزيت دائما يخليها طري وهشوش، وزيد انا والفت دائما ندهن المطلوع نتاعي، ما نقدرش ناكلوه ناشف. هنا المانشطو تاعي كانت وجدت الغدا تاعنا، الزيتون هذا كان خويا جابهولي معاه، الزيتون مشوي بنا تاعو روعه، نتمنى انكم تجربوه. اذا لقيت الوصفه تاعو راح نحطها لكم في القناه، وما تنساوش تفعلوا الجرس عندكم وتفعلوا مع الفيديو.